هو ايه مشكلة الإدارة في الشركات؟ المشكلة ببساطة جدا ان القرار اللي انت بتاخده ليه تأثير شورت تيرم وليه تأثير لونج تيرم. يعني الأهلي لما كان جاب نادر السيد علشان يحرك عصام الحضري، لما ابتدى عصام الحضري ان هو يقل مستواه، فراح جاب له نادر السيد ايه علشان يحفز عصام الحضري. كان قرار ناجح وقرار صائب، بس كان شورت تيرم، نفع موسم 2. لكن بعد شويه انت ولا لقيت عصام الحضري ولا لقيت نادر السيد، ما لقيتش النتيجه اللي تبني عليها فور لونج تيرم. فمشكله الشركات ان كل قرار بتاخده ليه تاثير، وده ليه علاقه بالوقت. فانت قرارك اللي انت بتاخده ده قرار مبني على شورت تيرم ولا مبني على لونج تيرم؟ يعني ممكن ببساطه جدا تلاقي المبيعات عندك قلت، وبالتالي تبدا تشوف ان مدير المبيعات عندك ما بقاش يشتغل زي الاول، وبالتالي تقول ايه، انا هجيب حد تحت منه كده تيم ليدر ولا سوبرفايزر ولا كده، يبدا ان هو يهدده ويحرك الميه الراكده. بس محتاج تبقى مراعي الحته دي. لو التيم عندك قام على ان هو بيتحرك علشان قلقان ومش مرتاح وخايف ومش مطمن لبكره، مش هتلاقي النتيجه اللي تصب عندك في الاخر فور لونج تيرم. ممكن تلاقي نتيجه وقتيه بس نتيجه مخادعه، نتيجه ما تجيبلكش التاثير، وبالتالي دي شركه مش مستمر، دي شركه محتاجه تغير المايند سيت الخاص بيها وتبنيه على لونج تيرم مش شورت تيرم. فالفكره ببساطه جدا انك تكون باني كل ديسيشن عندك على لونج تيرم مش شورت تيرم، وده مش هيحصل غير لما يكون عندك ديسيشن سيستم مبني وقايم على برنسبل والفاليوز الخاصه بالشركه. ما يكونش قرارات مبنية على الموقف وبس، لا، يكون القرار مبني على مبادئ الشركة، على مفاهيم الشركة، وهو ده اللي هيخليها تفضل وتستمر وتحافظ على المدى البعيد للبزنس جروث، وان الشركة تتحرك وتكبر بشكل مختلف وبشكل قادرة تتجاوز في المشاكل اللي بيحصل لها، لان هي مبنية على principles و concepts.